نرمين عادل كشفت فساد أسرة السيسي ومزاعم فضائح جنسية لنجله. الفيديوهات التي نشرتها نرمين عادل في حسابها بموقع فيسبوك كشفت عن فساد مالي كبير لعائلة السيسي، وكذلك فضائح جنسية لنجله محمود السيسي. أصبح اسم المواطنة المصرية نرمين عادل والمقيمة بكندا حاليا الترند رقم 1 في تويتر بمصر بعد نشرها عدة مقاطع مصورة كشفت فيها بالأسماء والأدلة عن فضائح فساد كبيرة لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي وعائلته وعدد من الضباط والمسؤولين المقربين منه، متوعدة بكشف المزيد. وتحدثت نرمين أيضا عن حياة البذخ التي تعيشها زوجة السيسي السيدة انتصار وبناتها، وكذلك أسرة رئيس النظام من العائلة والمقربين منه، فضلا عن تورط مسؤولين وضباط كبار ذكرت بعض أسمائهم بعمليات تهريب الآثار المصرية والإتجار بها. وكانت نرمين عادل لديها علاقات مع مسؤولين كبار بالدولة بحكم عمل زوجها السابق بجهة سيادية وبحكم عملها كما تقول قبل أن يتم الطلاق بينهما. وتحدث خلافات كبيرة على حضانة الأبناء التي لم ترهم منذ 9 سنوات. وتعرضت نرمين عادل لانتهاكات عدة داخل مصر وتم اختطافها واقتيادها لجهة أمنية، حيث استغل طليقها منصبه وسلطاته حتى اضطرت للخروج من البلاد إلى كندا. وعن سبب خروج نرمين عن صمتها بعد 10 سنوات من العذاب قضتهم في مصر كما تقول هو الظلم الكبير الذي ظهر حاليا من قبل النظام ولا يمكن السكوت عليه حسب وصفها. وأكدت نرمين عادل أن ما حدث للباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود الذي قتل في معتقلات السيسي جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد وما تبعه من اعتقالات لشخصيات معارضة مثل صفاء الكربيجي وهالة فهمي هو ما دفعها للخروج والكشف عن فضائح النظام الحالي حتى يعرف الجميع حقيقته. وفي المقطع الأول كانت نرمين عادل قد وجهت تهديدا للنظام المصري والمخابرات أنها ستكشف فضائح كبيرة وملفات حساسة، ومنحته مهلة 24 ساعة للتواصل معها وتنفيذ مطالبها. وبعدها خرجت عادل في عدة مقاطع لتكشف عن فضائح كانت شاهدة عليها لأسرة السيسي وكذلك مسؤولين كبار. ومن الأسماء التي ذكرتها في حديثها العقيد محمد علي البحيري من المخابرات الحربية، وأحمد رشاد ضابط شرطة السياحة في فندق هيلتون المطار. وأوضحت نرمين أن العقيد محمد علي البحيري كان يعمل مع السيسي منذ أن كان ضابطا في المخابرات العسكرية قبل أن يصبح وزيرا للدفاع. وتابعت بالقول حط لك صورك معاه وهو بيأمنك، وهو اللي زحلق الشعراوي والبودوغارد بتاعك، وهو اللي كان بيطلع أسرارك كلها. وكشفت أيضا أن المخابرات قبضت عليها وكانت تتجسس على هاتفها، حيث كان البحيري يجامل طليقها صديقه وتم الاعتداء عليها أكثر من مرة. وأضافت نرمين عادل بالقول وميدو مخابرات ابن خالة محمد علي البحيري متجوز بنت أختك، فمش هينفع تقول عليه ضابط فاسد، انتوا نسايب. لكن البحيري اتزق علشان كان بيشتغل مع طليقي في الآثار، وطبعا بحكم شغله في المطار نبتدي بقى نشوف مين اللي قطع الكهرباء عن المطار وقصة الآثار.